اغتصاب بنت عربية على لايف تيك توك. القصة بدأت انه هاي البنت مشهورة عربية بتفتح لايفات تيك توك زي اي بنت موجودة على البرنامج. البنت كانت بتلعب تحديات وبتلعب جولات دائما باستمرار، وكان بيجيها دعم كثير قوي. ليوم من الايام دخل عندها احد الناس وصار يزت لها اسود ويزت لها دعم بخوف، يعني كل يوم يزت لها ما يقارب 20 اسد، وكان يتسابق مع الاشخاص الثانيين المعجبين اللي بدعموها. اللي بنزل اسد ينزل 3 4 على اساس انه هو يظل محتل المكان وهو يظل ماخذ وسيد الموقف. بيوم من الايام هاي البنت بتشد علاقتها بهذا الشاب وبتقرر انها تلتقي هي وياه في دولته اللي هو ساكن فيها. طبعا هو من دولة عربية معروفة. بيحجز لها تذكرة وبيحجز لها تيكت وبتسافر البنت لعنده. بتروح البنت بموافقة امها وبموافقة اهلها وبيقولوا لها ومش غلط وروحي وتعرفي عليه ومنه بتزوجك ومن الامور هاي. بتروح البنت وبتسافر وبتلتقي في الشاب، واول يوم وثاني يوم بقعدوا مع بعض وبعزمها على احد المطاعم وبيطلعوا بيغيروا جو، لحد ما حكى لها انه بدي اعرفك على اهلي. طبعا البنت وافقت بدون اي رفض. اتفقوا في اليوم التالي انه يروحوا مع بعض على بيتهم وتجلس مع اهله وتتعرف على اهله. بالفعل راحت باليوم التالي هي وياه على البيت، ودخلوا على البيت. تتفاجأ انه البيت فيه 10 اشخاص ما بتعرفهم، وال10 شباب. بتحكي له شو هذا الموقف، شو اللي صاير، ليش هدول موجودين، من وين اجوا، من وين كذا. بحكي لها هدول اصدقائي اللي كانوا ينزلوا لك اسود معي، يعني الدعم اللي انا كنت بدعمك اياه ما كنت انا ادعمك اياه لحالي، هذول كانوا بدعموا معي وكانوا بدفعوا معي، واحنا الان بدنا حقنا، نطالب في حقنا. قالت ليش، شو حقكم؟ قال حقنا انه احنا نستمتع في الاشي اللي احنا كنا نسويه، احنا كنا ندفع، فاحنا بدنا مقابل هذا الاشي. طبعا بيغتصبوها الشباب في البيت اللي كانوا موجودين فيه لمدة اسبوع كامل، بتناوبوا عليها من شخص لشخص. طبعا البنت كانت ضحية لهذول الضباع الحيوانات اللي قاموا باغتصابها لمدة اسبوع كامل. طبعا احنا ما بنلوم الشباب، بنلوم هذه البنت اللي كان في كثير من البنات غيرها ضحايا بسبب شوية دعم وبسبب فلوس، باعت حالها وباعت اهلها وباعت كرامتها وباعت نفسها من اجل شوية مصاري. وتعلمي من درس غيرك. الله يوفق الجميع. لا تنسى مشاركة الفيديو